عملنا قبل كده حلقه عن شحاتين اللايفات بتوع تيك توك، بس نسينا نجيب راس الحيه. الشحاته في الشوارع، في الشارع بقى يا باشا. دي ده اساس الموضوع. دي الشحاته الاولد سكول، ما اتكلمناش عنها قبل كده بقى. ففي الحلقه دي انا قررت ان انا اتكلم عن الشحاتين. مش عارف يعني، انا ليا موقف مع الشحاتين مؤلمه، فكرت ان انا اعمل الحلقه دي عن الشحاتين. انا اكتر حاجه بكرهها ان انا اطير الفلوس في الهواء. يعني اول ما باجي اجيب حاجه وادور على القيمه مقابل السعر، بحيث ان انا هاخد ايه قصاد الفلوس اللي هدفعها. اي نعم ما بتنجحش معايا، وعلى طول بتخيش مني، وعلى طول انا بلبس في وشي في اوسخ حاجه في السوق. بدفع حاجه تبقى ب 250 بروح اشتريها ب 10,000 واقعد اقول لا يا باشا دي مش نفس الخامه يا نجم. حاسب حاسب، دي مش نفس الخامه. فانا ما احبش ان حد ما يستاهلش ياخد مني فلوس. يعني انا مش ضد مبدا المساعده. يعني انت لو في ايدك تساعد ساعد يا عم براحتك يا عم، عشان ما يقولوش بس ان انا بقطع على رزق الناس. لا يا باشا ساعد، انت عندك مبدا ان انت تساعد ساعد يا عم، ساعد اللي انت عايزه يا عم. بس انا ما احبش الصراحه ادي الفلوس وحد ما يستاهلهاش. فانا عندي مشكله مع وظيفه الشحاته. وظيفه دي بتبقى شيفت كامل، شيفت كامل، وكل شحات ليه منطقة معينة. المهنة مدروسة ومتصممة. ركز يعني، شوف شحات معين في حتة معينة قبلك، وعدي من الحتة دي كذا يوم ورا بعض تلاقيه قاعد. هو باشا دي منطقته، وده الوقت اللي هو بيقعد فيه. وكمان يعني المكان اللي هو بيقعد فيه مش هتلاقي فيه شحاتين تاني، ولو لقيت بيبقى طبعا بالاتفاق ما بينهم، بحيث ان هم يشتغلوا مع بعض كلهم ويجوا اخر الشيفت يلموا يشوفوا احنا باشا لمينا كام، وبتبقى بالمرضيه. يعني يا باشا كل واحد ياخد حقه. بيزنس از بيزنس. الموضوع خلاص خلص. عدي. بص عايزك تركز معايا، لان الشحاتين دول بينقسموا لقسمين. يعني قسمين شحاتين حلو. انا عملت دراسه على الشحاتين. انا حر، انا بحب اضيع وقتي في الحاجات العبيطه دي. مالكش دعوه، اتفرج وانت ساكت على الدراسه المدروسه اللي انا عملتها. المهم يا معلم، الشحاتين دول بينقسموا لقسمين حلو. تو قسم. في قسم يعني في جزء منهم ده الصريح، اللي هو باشا هات 5 جنيه، انا ما عنديش مشكله معاه، حاجه لله. انا ما عنديش ادنى مشكله معاه. لو معايا حاجه بديها له. ليه؟ لان هو جالي دغري سكه يا باشا. هات يا باشا 5 جنيه، انا عايز 5 جنيه، طلع 5 جنيه بس. انا ما عنديش مشكله معاه، خد يا باشا اللي انت عايزه. احلى مسا عليك يا باشا، دغري ما فيش احسن منه. في قسم بقى كرييتيف ابن، او هو مفكر ان هو كرييتيف لان هو غبي. بص يعني انا انسان عاطفي، قول لي اضحك عليا بكلمتين وقول لي انا تعبان وبتاع واي حاجه وبتاع، اديك كل اللي في جيبي. لان انا اي كلمتين بقى خلاص ممكن اعيط جنبك واقول لك طب نقعد نشحت مع بعض، واللي انا هاخده هديهولك، فاهم؟ بس يعني حورها يعني، صيع عليا. بقول لك انا انسان عاطفي فصيع عليا بقى. يعني الحاجه من كتر ما بتتكرر تتكرر تتكرر تتكرر، الموضوع بيبقى اليف بالنسبه لي. يعني الموضوع بيبقى مألوف بالنسبه لي، فخلاص انا اتعودت عليه. يعني جدد كل ما اجي لك قول لي حاجه شكل، انما هتقعد تهرف نفس ميتين امك خلاص. انا هزهق منك، فاهم؟ يعني مره قول لي اخويا تعبان، مره محفظتي ضاعت، انا هديك. يعني انا برضو يعني انا هصدقك، بس انت حاول تجتهد شويه. لان انا يعني في واحده قسما بالله في موقف اسكندريه، يعني اللي يروح في موقف اسكندريه هناك هيلاقيها واقفه هناك. يعني انا خلاص بتخرج من الكليه، يعني الحمد لله. طبعا هنبتدي بقى الكارير المهني. طبعا اتمنى اكون كونتنت كريتور، يعني فحاول تساعدني انت انك تعمل لي لايك. المهم يا باشا، ففي واحده في موقف اسكندريه من وانا بقدم في الكليه هي هناك. كل ما تشوفني يا ابني انا والله العظيم مش من هنا، انا من الفيوم وفلوسي ضاعت وبتاع ومعيش فلوس اكمل الاجره. فبقول لها الله يسهلك وامشي. فبعدين اتفاجئت ان انا لقيتها مرتين ورا بعض. فعرفت بقى باشا دي لسه متعينه هنا جديد، او انا اللي لسه جديد على المنطقه فلسه مكتشفها. يعني 3 سنين نفس الجمله. كل ما تشوفني، انا مش عارف ايه حظي ان انا كل مره بقابلها. تقريبا ما فيش حد بيعدي في الموقف الا وبيعدي عليها، فاهم؟ اللي هو اكنك كده داخل تقطع كارت لازم تعدي عليها. يعني ممكن مثلا اكون رايح اركب هلاقيها، رايح اركب القاهره هلاقيها. ما اعرفش ليه بجد، ما اعرفش ليه. قعدت 3 سنين تقول لي نفس الجمله. فبعدين بقى جيت بقى انا زهقت. يعني انا مش عارف هي عارفاني. طيب ما خلاص بقى، يعني المفروض اللي قلت له مره خلاص بقى، يعني انت شايفاني رايح جاي، انا برضه من المنطقه. فلا يا باشا كل مره تجي. فبعدين بقى زهقت بعد 3 سنين. يعني مش هتعرف بالي طويل قد ايه، بالي طويل فشخ بالمناسبه. بعد 3 سنين زهقت، فلقيتها جايه عليا. هي جايه عليا، قلت لها فلوسك ضاعت منك ومعكيش فلوس تكملي اجره الفيوم. ايه اهو. قالت لي ايه يعني؟ طب اتكسفي قولي لي حوار عليه حوار جديد. قالت لي هات بقى فلوس. ف... يعني انا هرشت الكدبه، المفروض انت تسقفي لي دلوقتي وكل اللي في الموقف ايه الله اكبر واكسب بقى المليون. ايه انا عملت انجاز دلوقتي، انا اكتشفت اللي انت جاي تقوله لي. لا الوليه ما عندهاش اي ادنى مشكله، قالت لي هات بقى فلوس. فقلت لها طب شوف حاجه جديده.
فضلت واقف بقى، طب تعالي بقى ده احنا نجيب بقى 2 شاي ونقعد هنا نشوف الحوار على ايه. قالت لي ابتدت بقى ان هي هتفشخني. قالت لي هو انتوا حاسين بحد؟ انتوا على بنت. رحت جيت واخد بعضي ومشيت من سكات. يعني كنت عايز اقف اقول لها اشمعنى الفيوم يعني، وبعدين دي مش لغه واحده من الفيوم، يعني انا عارف لغه الفيوم وبعرف اتكلم فيومي اهو بص، بعرف اتكلم فيومي، فما تجيش تشتغلين يعني، روح اشتغل واحد تاني. بقيت اشوفها يعني برضه ستيل بشوفها، بس بقيت بحاول ان انا هجري فاهم، اكني شفت مثلا ابليس. اوه اول لما اشوفها بغير. الا تفتكرني وتقعد تهزق في ميتين امي تاني، خلاص بقى زهقت. اسمع يا ابن وفي واحده بتعدي في اسكندريه على البحر، انا عارفك وهجيبك، كل ما ابقى ماشي مع واحده تجيلي بالورد تقول لي يا رب تتجوزها، انا اشتري هعمل ايه طيب. عارفين هي شافتني مع البنات اللي في الدنيا كلها، فحاجه بعد اذنك انا خلاص بقى ارحمينا بقى يعني، مش كده، مش كل ما تشوفيني مع واحده تقولي لي ورد ويا رب تتجوزها، خلاص بقى هو الشرع محل 4 انت عملتي لي على 26. والمشكله بقى يعني مثلا لو هي ورده بنت بس قد كده ولو طلعت لها 20 جنيه تاخدها خلاص هي اتهوست بنت. خلاص يا باشا تسلم وتتكل على الله. لو قاعد مع اختي يا رب تتجوز، يا ستي ما ينفع، يا رب تتجوز يا ستي اختي يا رب تتجوزها. مفيش يا باشا يا رب تتجوز يا ستي، خدي ميتين فاكن فلوس يعني. حاسس ان قدام بقى خلاص هتبقى ماشي مثلا في الشارع تقابل شحات تقول له والله ما معيش فكه، هو بالنسبه له اصلا الفك 5 جنيه 10 جنيه كده يعني، بقى ما فيش 2 جنيه ما في الكلام ده خلاص. ولا تبقى ماشي تقول له والله ما معيش فكه، يقول لك محلول يا باشا معاك فيزا، يطلع لك بقى مكنه فاهم من جيبه ويقول لك معاك فيزا. معكش فيزا اوه طب عندك محفظه، خد يا باشا رقمي وابعت لي على المحفظه اول لما تروح البيت. شيفت يا باشا عايز نقفل الشيفت ونروح كده يعني. من كام يوم شفت على تيك توك والله واحد كان بيكلم شحات فبيقول له يا ابني فكك من حياه التسول دي يا ابني وروح يا باشا هجيب لك شغل. قال له هجيب لك شغل يا باشا 12 ساعه ب 1800 جنيه في السنه. قال له يا عم انا بحب حياه التسول يا عم، انت عايز تطلعني من حياه التسول تدخلني في حياه العبوديه. عنده حق والله يعني، احنا كلنا عايشين حياه العبوديه يعني. انا عايز ابقى اشتغل فود بلوجر، انا ماليش دعوه عشان انا فود بلوجر، يا اما هنبطل الشغلانه دي كوميدي ايه وهبل ايه ونضحك مين. انا عايز اشتغل فود بلوجر واكل ببلاش. شفت 12 ساعه ب 1800 جنيه في السنه، يا نهار اسود ليه يا عم ليه يا عم. عشان نتكلم طبعا عن الشحاتين اللي هم بيستغلوا الاعاقه، عشان انا شفت عجايب منهم قوي. تلاقي الراجل ده في الدراع يعني، مش عايز اعملها على نفسي بس انا ممكن اشتغل شحات فاهم، يبقى عامل كده وماشي 10 جنيه فجاه اول لما تمشي او اول لما يلاقي حكومه بقى. كلام على ايه؟ ها انا مرشد مع الحكومه. والله او تلاقي مثلا واحد اعمى معدي اي حاجه لله يا ابني انت فين انا مش شايفك، ويعدي ظابط مثلا يا باشا عامل ايه احلى مسا عليك. اما مين يا راجل انا شايف ده، انا نظري 6/6 انت ايه. انا مالي. يا جدعان حاولوا اي حد يشوف شحات يضربه بالشبشب على وشه وساعد يعني على قد ما تقدر، بس حاول اللي شغالين شحاتين الوظيفه بتاعتهم ابعد عنهم خالص. وده فيديو عن الشحاتين، وانا والله العظيم مكتئب اكتئاب مش طبيعي، عندي اكتئاب حاد يعني بجد، انا مش وكان جاي لي دور برد وكنت بموت بالله عليك يا عم شويه لايكات يا عم شويه مشتركين يا عم يا عم يا رب تتجوزها يا عم يا رب تتجوز اللي انت بتحبها يا عم، يا رب امك تحج يا عم. وحتى لو حابب تساعد حد يعني من هم اللي شغالين شحاتين يعني، حاول ان انت لما تيجي تديله فلوس تبقى مثلا هو بيدعي لك يقول لك يا رب تنجح يا رب، وانت تدعي له دعوه بالمثل وتديله فلوس والفلوس هتبقى عند ربنا. وبس كده يا شباب، اتمنى انتظم وبطل عشان انا عيل كبير، انا عيل دلعل. بس كده السلام عليكم. ناخد الصوره المصغره بالمره. هنعمل بقى ايه؟ هنعمل نفسنا اعمى يعني، نحط في الصوره المصغره واحد اعمى. ايه يا الصياعه دي؟ انا فاتح لي القميص على سكتك.